لما نيجي نشرح للمريض ايه هو الفروزن شولدر لازم نفهمه ان المرض ده بيمر ب3 مراحل قبل ما يخف لوحده زي ما احنا شرحنا. اول مرحله بتكون من 0 لحد 6 شهور، يعني اول 6 شهور من المرض دول بيكونوا اكتر 6 شهور فيهم الم عند المريض. بعد كده بعد ال6 شهور دول يبدأ المريض يلاحظ ان مدى الحركة بتاع مفصل الكتف بيقل فعلا، وبيكون بيقل بدرجة ملحوظة جدا عند المريض. يعني المريض ما يعرفش يلف ايده لبره او يلف ايده لجوه يجيب حاجة من ورا جيبه او الحركات اللي احنا بنعملها في حياتنا اليومية. والفترة دي بتقعد من 6 لحد 9 شهور. اما المرحلة الثالثة والاخيرة في المرض هي اللي بتقعد من 9 لحد 24 شهر، ودي بيكون فيها المريض ما عندوش ألم في مفصل الكتف قوي، لكن بيكون عنده فقدان في مدى الحركة، وبالتالي يبدأ مدى الحركة ده يرجع تدريجيا لحد ما يوصل لحد المدى الوظيفي عند المريض، لكن عمره ما بيرجع للفول رينج اوف موشن زي ما احنا بنقول او مدى حركة كامل لمفصل الكتف، انما بيرجع لمدى وظيفي فقط.